بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اهلا بكم من جديد. هنا الحمد لله اول فكرة معانا بدأت تطلع للنور. الحمد لله بعد ما خدنا شوط كبير في التصميم والتفكير، فكرنا وصممنا واستقرنا على الشكل ورسمنا على الاوتوكاد وعدلنا وشوفنا فكر جديد، لا مش عارف دي، لا مش عارف دي كده، هنركب دي في دي. الحمد لله خلصنا مرحلة المطبخ، بقى طلعنا نبدأ نخش في مرحلة تانية، بقى مرحلة فعلية نبدأ نركب. بقى احنا جبنا الحمد لله خشب الMDF، قطعناه وجهزناه بالأشكال اللي رسمناها بتاعتنا. كل حاجة طبعا معمول حسابها ومرسومة بالملي طبعا. جينا طبعا الخشب لسه مش مدهون، الخشب ده لسه ندهنه ان شاء الله حسب الذوق، طبعا كل واحد بيبقى له ذوق في الدهان بتاعه. عملنا برضو قاعدة هنا مجمعة للأهرامات التلاتة ديت، ما كناش عرضنا الاوتوكاد بتاعها، هنبدأ نعرضها. هيبقى التلاتة كده عرض كمجموعة مجموعة ثابتة اليوم، قاعدة ثابتة وإضاءة جميلة. جبنا برضو بالإضاءة، اشترينا برضو الإضاءة، جهزنا الإضاءة معانا. إضاءة اللي هي الورم، هنشوفها دلوقتي برضو اهي. دي برضو جبناها، يعني خدنا أبعادها قبل ما نقطع والكلام ده، خدنا أبعادها ورسمناها بحيث يبقى لها مكان مخصص ونعرف نستخدمها. دخلنا أبعادها على الأوتوكاد وقطعناها معانا. وجبنا برضو شكل تاني من الإضاءة، ده برضو الورم. جبنا شكل تاني شكل حبل كده وإضاءة ملونة زي بتاع الألعاب وكده. ده ممكن نستخدمه في شكل تاني، اللي هو مثلا الهرم اللي فيه القلوب ده للأطفال أكتر، فريحي أكتر للبنات. أو ممكن عادي نستخدمه في أي شكل تاني، مش لازم في الهرم ده. ولكن احنا نزلنا برضو شوفنا كذا حاجة جبناها. بعد كده بقى جبنا معانا الإيبوكسي، ما كناش متكلمين عنه، بس احنا قلنا نستخدمه بدل الاكريليك او البوليستر، انه عملنا الفراغات بيه هيبقى جميل جدا ان شاء الله. متوقع انه يبقى حاجه جميله. تمام كده الحمد لله. هنبدا بقى مرحله التجميع، تابعونا وانتظرونا. مع السلامه.